السلام عليكم. النهاردة هحضر معاكم صينية سمك بوري بحري بالبطاطس بتتبيلة جميلة جدا. البوري من الأسماك الدهنية، أفضل حاجة يتعمل بيها الشوي سواء سنجاري أو بالليمون أو صينية كده زي اللي أنا هعملها النهاردة، أو ممكن كمان فسيخ بيبقى طعمه خطير. المقصود بكلمة بوري بحري إن البوري البحري ده مصطادينه من البحر، لأن كمان في بوري مزارع وحلو برضو بيتعمل منه مشوي فسيخ. بس الفرق بينهم في الطعم ان البوري البحري بيكون لحمه سميك شوية، المزارع بيبقى ناعم كده وطري. في ناس بتحب البحري وفي ناس بتحب المزارع، دي بتبقى أذواق طبعا. انا عن نفسي بحب الاتنين بس بحب كمان بوري المزارع في الفسيخ، بيبقى ناعم كده وطري وعادم مش مالح. قبل ما نقول مقاديرنا ايه، لو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير. معايا هنا سمك بوري وبطاطس وبصل وفلفل وطماطم وليمون، وطبعا اساس السمك لازم الثوم وخل وزيت. بالنسبة للبهارات معايا معلقتين كبار من الملح والكمون والكزبرة والشطة، ده خليط عندي بستخدمه دايما في السمك، اخدت منه معلقتين كبار، ومعلقة ملح وفلفل ومعلقة كركم. هكتب لكم في صندوق الوصف البهارات منفصلة. هجيب الكبة واحط الثوم والفلفل والطماطم وافرمهم. التتبيلة دي جربوها كمان في المقلي بتبقى حلوة جدا. السمك مش بحب اضيف ليه بهارات كتير يعني لاني بتضيع طعمه. الاساسي عندي في البهارات الكمون، وكمان الشطة بتبقى حلوة في السمك، بس دي طبعا بتبقى اختياري على حسب اللي بيحبها. بعد ما فرمتهم هضيف كمان البهارات والخل والليمون، وافرمهم كمان فرمة تاني. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هعرفكم كل انواع اسماك البحر الاحمر، وكل سمكة بيتعمل بيها اكلة معينة. يعني مثلا لو عايزة اكل مسلوق او صيادية، ما ينفعش اجيب اي سمكة واسلقها، كل اكلة لها سمكة كده بتحلي طعم الاكلة نفسها. يعني مثلا سمك البوري اللي هعمله النهاردة ما ينفعش اعمله مقلي او مسلوق، مش هيديني طعم حلو زي المشوي. في اوقات كتير بنعمل السمك وبنحس طعمه مش حلو. المشكلة مش بتبقى في الطريقة اللي انا هعمل بيها، المشكلة بتبقى في نوع السمك مش مظبوط مع الاكلة نفسها. قطعت البطاطس والبصل وتبلتها من نفس التتبيلة، وفرشتها في الصينية من تحت. وهجيب السمك دلوقتي اتبله. المفروض كنت فتحته بالسكينة من بره بس انا نسيت، ودلوقتي برضه هفتحه بالسكينة عشان ادخل التتبيلة من جوه. واخر حاجة هجيب الزيت وادهن السمك من بره. ودلوقتي هغطيها بورق زبدة وعليه كمان ورق فويل، واحطه في درجة حرارة عالية جدا نص ساعة تقريبا. وبعدين اشيل ورق الفويل من فوق عشان وشها كمان يتحمر. وهنا هحط الليمون، المفروض كنت حطيته قبل ما يدخل الفرن. وكمان هحط الكزبرة، تقدروا تحطوا كزبرة وكرفس في التتبيلة نفسها، بس انا عن نفسي بحب الخضرة في الاخر بعد التسوية.
وده كان فيديو النهاردة، صينية سمك بوري بالبطاطس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير.